عمرك سألت نفسك ليه في ناس تقدر تقول أفكار صادمة أو حساسة جدا من خلال نكتة والناس تضحك بدل ما ترفض الكلام؟ الحقيقة إن النكتة أحيانا بتعمل حاجة غريبة جدا، بتخلي الناس تسمع فكرة كانت ممكن ترفضها لو اتقالت بشكل مباشر. والسبب إن الكوميديا بتقلل المقاومة النفسية، لأن العقل وهو بيضحك بيبقى أقل استعداد للدفاع والاعتراض. لما حد يحاول يقنعك بشكل مباشر، عقلك ساعات يبدأ يدور على الأخطاء والردود قبل ما يسمع الفكرة كاملة. لكن لما نفس الفكرة تيجي في صورة هزار أو موقف مضحك، الحذر ده بيهدى شوية. الضحك بيكسر التوتر اللي عادة بيصاحب المواضيع الجادة أو الحساسة. وعشان كده تلاقي بعض الكوميديانات بيتكلموا في السياسة أو المجتمع أو العلاقات بطريقة تخلي الناس تضحك وتفكر في نفس الوقت. مواضيع لو اتقالت بشكل مباشر ممكن تفتح أبواب جدال كبيرة. أثناء الضحك الناس غالباً بتكون أقل رغبة في الدخول في معركة فكرية، وده بيدي الفكرة فرصة إنها تعدي للعقل قبل ما تتقابل بالرفض. وده مش معناه إن أي فكرة مضحكة هتبقى مقنعة، لكن معناه إن فرصة سماعها وفهمها بتكون أكبر. كمان الكوميديا بتساعد على تثبيت المعلومات في الذاكرة، لأن عقلنا بيربط الأحداث بالمشاعر أكتر مما بيربطها بالكلمات لوحدها. ولما المعلومة ترتبط بلحظة ضحك بتفضل موجودة في الذاكرة لفترة أطول. عشان كده كتير من الإعلانات بتستخدم الفكاهة، وكمان بعض المدرسين بيضيفوا نكتة أو موقف طريف أثناء الشرح، لأن الجو المريح بيخلي التعلم أسهل والاستيعاب أسرع. لكن في نفس الوقت الكوميديا مش دايماً بريئة، ممكن تستخدم لنشر أفكار أو رسائل من غير ما الناس تاخد بالها من تأثيرها. وعشان كده مهم نستمتع بالضحك، لكن برضو نفكر في الرسالة اللي مستخبية وراه، لأن أحياناً النكتة بتكون مجرد نكتة، وأحياناً تانية بتكون فكرة كاملة متخفية في شكل ضحك. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن علم النفس.